يا صباح الورد، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في خير وسعادة. وصفة النهاردة رهيبة، طعمها زي العسل. طبعا احنا دلوقتي في الصيام وبنكون نفسنا في حاجة حلوة ومحتارين نعمل ايه. وصفة النهاردة بقى حلوة قوي، تنفع في المناسبات واعياد الميلاد. هعمل معاكم النهاردة كنافة بالكريمة، طعمها يجنن، روعة جدا، اقتصادية يعني مش هتكلفنا حاجات كتير. هتعجب الأولاد جدا وهتعجب الأسرة كلها. تحلية لذيذة وطعمها حلو قوي، وهتعجب البيت كله. تنفع كده لو عندنا ضيوف أو عيد ميلاد أو أي مناسبة عندنا. يلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف الطريقة ونشوف المقادير مع بعض. يلا بينا. اول حاجة هنا معايا نص كيلو من الكنافة المتفرزة. متفرزة يعني ايه؟ هي كانت عندي في الفريزر وبعدين طلعتها حطيتها في صينية كبيرة تكون بتدخل الفرن، وبعدين ابتديت افركها كده بايدي. بتكون سهلة قوي طبعا علشان هي متجمدة. لو عندكم الكنافة طازة تقدروا تقطعوها بايديكم، بس هي بتكون سهلة قوي وهي في الفريزر. بعد كده هضيف عليها معلقتين كبار من السكر البودر. السكر هنا بيدي لون حلو قوي للكنافة وهي بتتحمر، بيخلي لونها كده موحد وواخدة لون ذهبي حلو. ببتدي اقلب السكر مع الكنافة كويس، وبعدين بضيف كوباية الا ربع من السمنة النباتي بمج الشاي العادي. طبعا احنا علشان دلوقتي في صيام فاحنا هنعملها بالسمنة النباتي. ضفت كده كوباية الا ربع من السمنة، وبعدين هبتدي اقلب الكنافة مع السمنة كويس قوي لغاية ما كل الكنافة تتغلف من السمنة. بعد كده في الوقت ده انا مشغلة الفرن على درجة حرارة عالية. هحط بقى الصينية بتاعتي في الرف الوسطاني، وكل 10 دقايق هطلعها اقلبها بالمعلقة وبعدين هدخلها الفرن تاني. ما سيبش الكنافة خالص تغيب في الفرن، يعني لازم اطلعها اقلبها وادخلها تاني علشان تاخد لون حلو. واول ما تاخد لون ذهبي هنطلعها من الفرن، وهوريكم دلوقتي اللون بتاعها عامل ازاي. شايفين الكنافة بعد ما طلعت من الفرن عاملة ازاي؟ لونها حلو قوي، واخدة لون موحد، مفيش واحدة بيضة وواحدة حمرا. شكلها حلو قوي. وهي سخنة هضيف عليها كده تلت كوباية من شربات الحلويات او عسل الحلويات او السيرب او القطر زي ما بتسموه في اي دولة. ضفت عليها كده تلت كوباية من الشربات، وبعدين هقلب الكنافة. الكنافة بتكون سخنة والشربات بارد. التحلية حلوة جدا، مش محتاجة يعني ان هي تتسكر اكتر من كده. الوصفة مظبوطة جدا. شايفين ده شكل الكنافة بعد ما قلبتها وكده بقت جاهزة معانا. تعالوا نشوف الخطوة اللي بعد كده. في بولة هضيف كوباية ونص من الكريم شانتيه الخام، وهضيف عليه 4 معالق كبار من السكر البودر. هضيف كمان كوباية وربع من المية المتلجة، متلجة قوي، تكون كده من الفريزر. تمام كده، كوباية ونص من الكريم شانتيه الخام، 4 معالق كبار من السكر البودر، وكوباية وربع من المية المتلجة. وبعدين هضربهم بالمضرب الكهرباء كويس قوي لغاية ما تبتدي الكريمة تعمل فوم كده. شايفين ده شكلها. عايرت الكريم شانتيه بمج الشاي العادي، وبنفس الكوباية اللي هعاير بيها الكريمة هعاير بيها المية. تمام كده، شايفين شكل الكريمة عامل ازاي؟ حلوة قوي. كده الكريمة بتاعتنا بقت جاهزة، والكنافة خلاص طلعناها من الفرن وبقت جاهزة. تعالوا بقى نشوف نركب الصينية كده على بعضيها ونشوفها عاملة ازاي. هحط الكريمة هنا في كيس حلواني او كيس تلاجة علشان تكون سهلة معايا ان انا افردها. بعد كده هجيب اي صينية عندك، صينية بايركس، صينية عادية، اي صينية عندك، هضيف كده طبقة من الكريمة وابتدي افردها بالمعلقة كده او بسباتيولا. حطيت كده طبقة من الكريمة وبعدين احط طبقة من الكنافة. اعملوا بقى طبقتين 3 زي ما انتوا عايزين، المهم طبقة من الكريمة، طبقة من الكنافة، طبقة من الكريمة، طبقة من الكنافة. تمام كده. انا حطيت هنا طبقتين كريمة وطبقتين كنافة، يعني حطيت طبقة كريمة في الاول وبعدين حطيت طبقة كنافة وضغطت عليها كويس. بعدين هحط تاني طبقة كريمة، وابتدي برضو افردها كده بالسباتيولا.
شايفين الكريمة حلوة جدا. بعد كده هحط طبقة من الكنافة، ولازم اضغط الكنافة كويس قوي. يعني لما بحط طبقة الكنافة ببتدي اضغطها كويس قوي، شايفين؟ وبعد كده بحط طبقة تانية من الكريمة. وانتوا زي ما انتوا عايزين تعملوا طبقتين 3 زي ما انتوا عايزين. خلاص كده بضيف الكريمة وبعدين بفردها بالسباتيولا. انا الكنافة كنت شلت منها حوالي كده معلقتين 3 في الاول، بعد ما حطيت لها طبعا الشربات شلت كده معلقتين 3 علشان ازين بيهم. بالشوكة كده ببتدي اعمل خطوط كده تموجات، يعني تديني شكل حلو. ودول الكنافة اللي قلتلكوا عليهم انا شلتها. هحط حبة كده في كل على الصينية كده، في كل مكان كده حبة. وبعدين معايا هنا كريز، ممكن تسيبوها كده، ممكن تزينوها تزيين بسيط زي ما انا عملت كده، يعني بأي حاجة. على فكرة انا عملتها وانا مستعجلة جدا، يعني ما صبرتش عليها خالص. كانوا الاولاد محتاجين حاجة حلوة، عايزين حاجة حلوة، وعملتها بسرعة. يعني حتى ما سبتهاش في التلاجة، يعني انا المفروض بعد المرحلة دي احطها في التلاجة كده ساعة ولا حاجة علشان تتمسك كلها مع بعضيها. بس بصراحة ابني ما كانش صابر ان هي تستنى، يعني اول ما شافها كده قال لي يا ماما الله دي حلوة قوي، انا عايز منها على طول. فانا هقطع حتة بسرعة كده وهوريها لكم. طبعا هي لازم تتمسك في التلاجة، بس انا ما صبرتش طبعا. بصراحة يعني حصل انهيار في الكريمة والكنافة، وبس كانت بجد روعة، يعني طعمها حلو قوي رغم كل البهدلة دي، بس كانت طعمها تحفة. شايفين شكلها تحفة، حلوة قوي، لذيذة جدا. حلوة بقى لو الأولاد مثلا حد عنده عيد ميلاد في الوقت بتاع الصيام ده، حلوة قوي. أنا عملت معاكم قبل كده تحليات كتير صيامي وكيكات كتير صيامي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكلها قمر، حلوة قوي بجد، طعمها بجد كان تحفة. شايفين الطبقات؟ يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.